بالنسبة للجزائر، ممكن أكثر منتخب عربي سيواجه أقوى منتخب، واحد من أقوى منتخبات المشاركة في كأس أفريقيا، منتخب الكونغو الديمقراطية. بعد قال بأن الكونغو الديمقراطية تنافس على تجنب الجزائر في الدور الثمن النهائي. ولا واحد قالها، يعني لا قالوها لا الكونغوليين ولا السنغاليين، ولكن كانت بعض التحاليل. المنتخب الجزائري تأهل بعد مباراتين، في المباراة الثالثة لعب بتشكيلة مغايرة حتى لا أقول احتياطية، من بين المنتخبات التي أبهرت المتتبعين لهذه النهائيات. أيضا وقع مع منتخب قوي جدا، يلعب كرة جيدا، عنده إمكانيات فردية وجماعية كبيرة جدا وبدنية كذلك. مباراة ستكون صعبة، وأنا كتبت من يومين وقلت بأنه الفائز بمباراة الكونغو الديمقراطية مع الجزائر أرشحه لكي يبلغ النهائي على الأقل، رغم أن المسار صعب جدا، لأنه الفائز سيواجه نيجيريا، والفائز على نيجيريا سيواجه المغرب، الفائز على المغرب سيواجه منتخب أقوى في المباراة النهائية. هذا إذا مشت الأمور كما يريدها الكونغو الديمقراطية أو الجزائر طبعا. مواجهة الكاميرون أو نيجيريا في الدور ربع النهائي أيضا صعبة، مواجهة السنغال في الدور النصف النهائي، المغرب عفوا في الدور النصف النهائي صعبة كثير. لسنا هنا بعد، ولكن الأكيد أنه ستكون واحدة من أقوى المباريات. منتخبان متميزان كان في دوري المجموعات، خرج الكاميرون ونيجيريا من نهائيات كأس العالم ومتأهل للملحق العالمي. أقصى منظم الدورة الماضية. قد يقال على الكونغو وقد يقال على الجزائر، ولكن الجزائريين لحد الآن لم يتفقوا على وصف مدربهم. هل هو مجنون أم هو عبقري؟ الجواب لا يمكن أن نحصل عليه الآن. خليه البطولة تمشي، وبعدين كل واحد فينا يصنف المدرب هذا، لأنه المدرب اللي يصاب له مدافع أيسر يدخل قلب هجوم بعد ربع ساعة ويغير نمط لعب 3 مرات في مباراة واحدة أمام بوركينا فاسو، هذا يا إما عبقري يا إما مجنون. المدرب اللي يلعب فريق ثاني في مباراة ثالثة وعارف بأنه اللاعبين الأساسيين 10 أيام ما راح يلعبوا أي مباراة، هل هو ريحهم؟ هل هو ضيعهم؟ فننتظر هذا لنعرف كل هذا أمام منتخب الكونغو الديمقراطية. ولكن في خلاصة كل الذي قلت أنه يبقى المغرب مرشح نمبر 1 للتتويج والمنافسة، وتبقى المنتخبات الإفريقية الأخرى على غرار السنغال وكوت ديفوار والكاميرون وحتى مالي أيضا مرشحة للمنافسة على اللقب، وتبقى أعتقد الجزائر ومصر وتونس أوتسايدر، يعني ممكن تلعب لعبتها وممكن تخرج في الدور القادم أو اللي بعده. المهم أن المتعة مستمرة في المغرب في نهاية كأس أفريقيا التي تبدو لي ولكم من دون شك أقوى بكثير من الكثير من البطولات القارية الأخرى، بما في ذلك في أمريكا الجنوبية.